يعطينا علماء الشريعة ما هي الصلاة الصحيحة. أحدد عيوب صلاتي ما فيها. أحيانا بعض الناس في عيوب صلاة طريقة الوقفة. هذه الوقفة المسترخية عند بعض الناس تشعره نفسيا بشيء من الإجهاد وإن لم يكن مجهد. ولذلك لماذا العسكريين يقفون وقفة مشدودة تعطيه درجة من الثقة، درجة من القوة تماما. أما إذا وقف هذه الوقفة المسترخية فهي أقرب إلى ماذا؟ إلى الضعف والوهن، ولذلك يكون أقرب إلى الملل ذلك الإنسان. قد تجد مشكلتك في جزئية صغيرة أو ربما في عدة جزئيات تجتمع مع بعضها البعض فتشكل ذلك الضعف الذي تحياه أنت أيها الإنسان. بعض الناس إشكاليته في الصلاة أن الصلاة هي وقت السرحان تماما، ولذلك الشخصيات القلقة تماما أو يسمى الوسواسية حينما تأتي وقت الصلاة هي الوقت الذي يمنع من ممارسة عدة نشاطات. في وقت الصلاة ليس له إلا أن يمارس نشاطا واحدا وهو الصلاة، ولذلك لا يستطيع أن يبقى كذلك فيمارس نشاطا آخر وهو التفكير في أمور أخرى. ولذلك كان لزاما أن نسعى إلى سيكولوجية الخشوع. نعم، لا أقول فقط عبادة الخشوع بل أقرأها بزاوية نفسية، سيكولوجية الخشوع. إن الخشوع في الصلاة يدرب الإنسان خصوصا القلق على التوحد مع جزئية معينة فتكون نفسه في قبضة يده، لا يكون نفسه قد سيطرت عليه. ولذلك كان لزاما على الإنسان السوي أن يكون خاشعا في صلاته، فضلا عن أثرها التعبدي وواجبها الشرعي. للإنسان ليبلغ السواء يجب أن يكون قادرا على الخشوع في الصلاة. من لم يقدر على الخشوع في الصلاة فهذا عنده إشكالية نفسية. من لم يقدر يجب أن يدرب نفسه حتى يؤدي إلى تخفيض نسبة القلق والتوتر. هذه واحدة. الأمر الآخر التدريب على الخشوع في الصلاة يجعل الإنسان عنده مهارة التعامل مع الضغوط. لماذا؟ لأن إذا استطعت تحكم بفكري بزاوية معينة يكون قدرتي على التعامل مع الضغوط الأخرى في الحياة أني أتحكم بها. مثل والله جاني موقف غير جيد وأتعبني وأقلقني فأكون قادر على التحكم بذلك إذا كان دربت نفسي عادة 5 مرات في اليوم أن أخشع في صلاتي. إذا أنا عندي قدرة 5 مرات في اليوم أن أنفصل عن الوجود كله. إذا سيكولوجية الخشوع مطلب أساسي للمدراء الذين يريدون ستريس مانجمنت، مهارة التعامل مع الضغوط. من يريدون أن يتدربوا على التحكم بماذا؟ بمهارة التحكم بالغضب وغيره. كان لزاما أن تتعلم الخشوع في الصلاة للدين طبعا، ولكن لمهاراتك الحياتية لرفع درجة السواء عندك. ولذلك حينما تكرر الصلاة 5 مرات في اليوم في قراءة نفسية لها هي توزيع للتمرين في أوقات مختلفة. توزيع للتمرين هذا في أوقات من النشاط وصعود النفس وهبوطها. عند الاستيقاظ والنفس في وضع معين، الظهر بعد ذلك الإنهاك، العصر بعد استيقاظ نومة الظهر، المغرب مع نهاية اليوم، العشاء قبل النوم، في أوضاع مختلفة. هو تدريب على الاسترخاء في أوضاعك المختلفة فتجعلك قادرا على الاسترخاء في أوضاعك الدنيوية المختلفة لأنك دربت على 5 أوقات مختلفة. ما أعظم هذا الدين، ما أجمله لو قرأناه من زواياه المختلفة. الأمر الآخر في تحديد عيوب الصلاة، أنا لا أستطيع أن أحصرها كلها لأن كل إنسان يحصر عيوبه بنفسه، لكن هذا هو الطريق في السفر لعلاج ذلك الأمر. أنتقل إلى زاوية أخرى أستغل بها الدقيقة والدقيقتين التي تبقت من وقت البرنامج. أنا أحدد سبب عدم راحتي في الصلاة. أنا ليش أنا ما مرتاح في الصلاة؟ والله يا أخي أنا ما أرتاح. طيب ليش؟ أدري كذا. هل بذلت شيئا من الجهد أيها الإنسان للبحث عن أسباب عدم راحتك في الصلاة؟ لا، ما بذلت. لما لا تبذل؟ أتى تستحق منك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، هي محطة للراحة وأنت لا ترتاح بها. إذن عندك إشكالية معينة أنك ما عرفت أن تستخدمها كوسيلة للراحة. بعض الناس ربما يأتي غير متهيئ للصلاة، يأتي ربما وهو مجهد قبل ما ينام، والله يا أخي صلي ال5 فروض كلها، الله يعين. لا تأتي للصلاة وأنت مجهد، ولذلك منعنا أن نصلي ونحن جوعانين حتى نكون بأعلى درجات الراحة عندنا، حتى لا نربط الصلاة بالجهد والملل والتعب. ولذلك يجب أن تحذر من أداء الصلاة في الأوقات المنهكة، وحاول قبلها
أن توجد نشاطا جيدا، تأتي الصلاة جزءا من ذلك النشاط الجيد. ولذلك في نظري تجديد الوضوء قبل كل صلاة هو إعطاء شيء